رجعت أسيوط وأنا محمل بكم من الحزن والأسى رهيب. مش عشان فلوسي خلصت تماما خلاص، يعني مفيش أي حاجة، لكن كنت عشمان إن بلدي تقف جنبي. جمود رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق القانون خلاني مش شايف غير سواد وكره للبلد المتمثلة قدامي في الشخص ده. ليه تحرم شاب من آخر فرصة يمتلكها في حياته؟ والله كانت آخر فرصة، مفيش فلوس تاني خالص، صفر. القانون إنك تدمر حياتي وتعجزني، في حين إن أصحاب الطرق الملتوية ماشيين يعني ويوميتهم طالعة وحياتهم سالكة والدنيا زي الفل. قعدت برضو بعدها كام شهر في نفس الاكتئاب، توهة، مش عارف اوصل لأي حاجة. نفسي اعمل اي انجاز سريع واروح اجري على تربة ابويا اقول له انا عملت حاجة، انا ادينا اهو خلاص. نام وانت مرتاح وانت مطمن، انا خلاص يعني امور استقرت. قعدت افكر، طب انا كل مشاكلي ايه؟ ان انا ما عنديش شركة. طب خلاص ما اعمل شركة. قررت بقى ان انا اعمل شركة وارجع اجرب حظ تاني. شركة الاستيراد والتصدير في الوقت ده كانت تكلف حوالي 5000 جنيه. انا كنت بتحصل من وصلة الانترنت حوالي 700 جنيه في الشهر. مسكت اول 700 جنيه، ما قدرتش اصبر لحد ما اكمل المبلغ. قلت انا امشي في الاجراءات لحد ما اشوف اعمل ايه. رحت الغرفة التجارية، عملت السجل التجاري، طلعت بطاقة ضريبية، الامور تمام. خدت الشهاده بتاعتي، رحت المكتب بتاع الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات في اسيوط، وقلت لهم انا الورق بتاعي اهو جاهز وعايز افتح شركه، ايه المطلوب؟ قال لي انت كده ورقك تمام، روح بيه القاهره، شارع اسمه معروف. وقتها كانت تكاليف ان انت يكون عندك بطاقه استيراديه وان انت تكون مسجل في قيد المستوردين 3400 جنيه. اخدت الورق واستلفت فلوس من اخويا ورحت مسافر على القاهرة عشان اطلع البطاقة الاستيرادية. رحت الصبح دفعت الفلوس، اخر النهار استلمت البطاقة بتاعتي، بقيت رسميا انا مستورد ومسجل في قيد المستوردين، يعني ان انا ينفع اجيب بضاعة من بره، اصدر، اعمل اي حاجة. وبكده خلاص، وكل المشاكل اللي ورا دي اتحلت خلاص، يعني مش هتجيلي مشكلة ان انا ما عنديش شركة. البطاقة نفسها ليها هيبة، فكرة ان انت مستورد دي محسساني ان انا يعني يا ما هنا يا ما هناك، مستورد بقى. ولكن في الحقيقة انا لسه ما استوردتش او ما جبت الشغل على البطاقة بشكل رسمي. انا ما استوردتش حتى على البطاقة شراب، لكن البطاقة نفسها مفرحاني. نزلت اسيوط بفرج الناس، بص انا بقيت مستورد رسمي وافرج بص البطاقة، ويعني فكرة ان ناس قليلة كان معاها البطاقة ده، هي فالحاجة دي كانت محسساني ان انا ايه، عامل حاجة حلوة، يعني انجزت انجاز.